أنا متجوزة من 18 سنة، وجوزي كان عنده طفل من مراته الأولى، كان عنده سنة وقتها، وربنا يعلم إنه من أول لحظة دخل بيتي دخل قلبي. كبر وسطينا، اتربى في حضني، عمره ما حس إن في فرق بينه وبين ولادي، ويمكن كنت أحن عليه كمان. كنت دايما بقول لو أمه كانت عايشة كانت هتديله أحسن حاجة، فأنا دوري أعوضه وأكون حضن أمه اللي اتحرم منه. كبر وبقى شاب عنده 19 سنة، وبيحبني وبيحضني بحنية ابن الأم، وعلاقتنا طول عمرها فيها دفء وحب واحترام. امبارح سلفتي كانت عندي، وهو طلب يروح الملعب مع أصحابه. كنت رافضة في الأول، بس لما ألح وافقت، وحضني من فرحته زي ما بيعمل دايما يا حبي. لقيت سلفتي بتقولي هو كبر وعيب يحضنك، ده محرم عليكي، وده راجل دلوقتي. كلامها وجعني، كأنها فجأة قالت لي هو مش ابنك. أنا مش قادرة أستوعب الفكرة، مش قادرة أتعامل على إنه غريب بعد السنين دي كلها. أنا عارفة إن الشرع ليه أحكام، بس أنا محتورة ومش قادرة أغير مشاعري من ناحيته. هو ابني في نظري وفي قلبي وفي كل تصرفاتي. هل فعلا تعاملي ده غلط؟ وهل المفروض أبقى أغير طريقتي معاه، ولا أعمل إيه من غير ما أجرح قلبه ولا قلبي؟ طب قولولي، لو كنتوا مكاني هتقدروا تبصوا لحد ربيتوه 19 سنة على إنه مش ابنكم؟ اعمل لايك وفولو ومش هتندم، علشان اللي جاي أحلى. سلام.